الفكاهية مع الزيتوني نجم الفكاهة في دوار ولاد بركة قبيلة ولاد خليفة دائرة صخور الحامنة. غادي تعيشوا معنا واحد اللحظات في هذه الجلسة ديال البادية مع تناول قهوة بالحليب ومع خبز البادية. وحنا كنبينوا هذه الخويزة البادية. ربما هناك أناس محرومون منها من خبز الشعير ومع تناول القهوة كنعيشوا فكاهة مع الزيتوني. وانا غادي نعطيكم الفقرات اللي كيضحك عليها الزيتوني وكتعجبه. هو بالمناسبة الزيتوني معاق ذهنيا، ولكن ماشي ذاك المعاق ذاك الشرير، فهو معاق ظريف وعزيز عليه الناس وكيتمنى تو يتزوج. والغريب في الامر وهو انه في الدوار اي بنت نعت فيها كيبغي يتزوج بها كتزوج، سبحان الله العظيم. والزيتوني دوز اجيال، دوز اطفال بنات الدوار اللي اصبحوا الان جدات. يعني اي تقريبا هو باغي كل مره كيعشق، يقول لك من بعد باغي ناخذ فلانه، يقول لك باغي ناخذ فلانه صافي كتزوج. وحنا مع كما قلت مع هاد القهيوه ومع هاد الفكاهه، فاحنا غادي نجبد الزيتوني بعض الفقرات اللي كيضحك عليهم. الزيتوني ناعس، كيتخيل راسو ناعس في البيت ديالو هو والزوجه ديالو وبيناتهم وليدهم صغيور. فانا تصورت، انا خرجتها من بالي اللي انا كيضحك عليها الزيتوني. الزيتوني واحد الصباح صباح ناعس، ساد البيت ديالو هو والمدام ديالو ووليدو ناعسين. الوالده ديالو ام مباركه جابت الفطور والشمس طلعت، يعني هو باقي ساد البيت، يعني اصبح ناعس. وهنا هنا في الباديه كيكرهوا الانسان اللي كيصبح ناعس. هما اصحاب الباديه جديين، مع 6 الصباح ولا 7 الصباح ولا 7 الصباح تكون فايق. فالزيتوني تصورت وانايا درت ليه واحد السيناريو بانه ناعس هو ومرته ووليدو، يعني ما حلش تطلعت الشمس وما ناضش. والوالده ام مباركه موجده الفطور الفطور وكتسول فين الزيتوني، تعطل الوقت والشمس طلعت وهو باقي ساد البيت. ف ام مباركه هزت واحد العصا ومشات وضربت الباب، حلت على الزيتوني وهو ناعس. فملي دخلت لقاتو كيشخر حال فمو. هذه اللقطه اللي كيضحك عليها، هو كيتصور راسو كيعيش هذاك السيناريو. زويتها لقاتو اختي ام مباركه لقاتو حال فمو في السقف وكيشخر باقي والشمس طالعه وكيدير. مرتو حتى هي ناعسه وحتى هي كتشخر، والدري صغيور. هو تفاهم معايا في السيناريو، يعني مشى معايا في السيناريو اللي اختاريت ليه. فالوليد الصغيور حتى هو المراه هي ناعسه وكتشخر وكدير. الدري الصغير حتى هو عنده واحد الشخيره ديال الدري الصغير ديال الاطفال، يعني هو زيد هاو كيدير. يعني زيتوني راه عايش معايا السيناريو. شويه الام باركه ملي شافت راسها حلت الباب وما بغاوش ينوضوا، وهي دوز الزيتوني ضربته الفخذ هنايا، ضربته بالزرواطه، قالت لي نوض، هو يقول لها نار يا بويا. شويه ثاني داز المراه الجهه الاخرى هي ناعسه، قالت لها نوضي تقعدي، قالت لها واش عرفتي شحال في الساعه نوضي، وهي ضربتها الفخذ، قالت لها نار يا مباركه. بقى لي الدري الصغير حتى هو كيشخر وكيدير. وهي تجي مباركه هو نغزاته بالعصا مسكين، بالرغم من انه باقي صغير حتى هو نغزاته قال. هذا هو السيناريو اللي كيعجب زيتوني، لان الزيتوني كل ما كانش كيعجبو هذا السيناريو ما غاديش يضحك. وكاين واحد السيناريو اخر، كان عبد ربيه واحد الاستاذه جزاها الله خيرا، كانت رسلات زويتها واحد السيرفيط ورسلات ليه سبرديله باقا جديده. وحنا يوم الاحد عندنا السوق الاسبوعي، هذاك النهار ناض بكري وجا كيدق عليا، يعني باقي الفجر وكيدق عليا، باقي يمشي معايا في الطوموبيل للسوق حتى انا كندي معايا. المهم كيدق مع الصباح، كيدق وانا ناعس، انا كاع ما جيب. دايز واحد السيد من الدوار دايز السوق العربي وسيدي علال، هو يشوف زويته كيدق عليا وانا مسميني العروي، هذا سميه معطيني جبليه. قال لي اش كدير العربي؟ قال لي كندق على العروي. قال لي فين هو العروي؟ قال لي ها هو في الدار. وقال لي سيري بالمقلوب، سير بالعروي باقي.
هاد السيناريوهات انا اختاريتهم وسبحان الله العظيم كيعجبوا الزيتوني، وكنتمنى ما نكونوش ثقال عليكم، وعشتوا معنا الاوقات جميله مع الزيتوني. وها هو الزيتوني معروف، وفي القناه راه كاين الهاتف ديالي، اللي بغى يتواصل مع الزيتوني او يرسل ليه مساعده فرا التليفون عندي في القناه ديالي. وبهذا نختموا هاد الحلقه هذه، هاد اللقاء الشيق. عفوا، كاس قهوه وبالصحه والعافيه. وبالمناسبه نخليكم مع هاد المشاهد الطبيعه هنايا.